تخيل كده فجأة وانت قاعد بتتصفح على موبايلك او شغال على الكمبيوتر او حتى بتسمع الفيديو ده، الانترنت اتقطع. مش بس في بيتك ولا في منطقتك، بس ده في العالم كله. عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجة لازم نعرفها ان الانترنت بقى جزء اساسي من حياتنا اليومية. كل حاجة حوالينا تقريبا معتمدة على الانترنت، سواء في الشغل، في التواصل مع الناس، او حتى في حاجات بسيطة زي انك تطلب اكل من تطبيق او تشوف خريطة وانت ضايع في الشارع. فلو الانترنت اتقطع هتتغير حياتنا بشكل كبير. واحد من اكبر الحاجات اللي هتتأثر هو الاقتصاد. تخيل بقى كل الشركات اللي بتشتغل اونلاين او معتمدة على خدمات الانترنت زي البنوك، التجارة الالكترونية، شركات التكنولوجيا الكبيرة زي امازون وجوجل، كل ده هيقف تماما. البورصات اللي معتمدة على الانترنت في التداول هتقع. الفلوس اللي موجودة في الحسابات البنكية مش هتكون متاحة. ولو الانترنت مرجعش بسرعة ده ممكن يعمل أزمة اقتصادية كبيرة. دلوقتي بقت حياتنا كلها مبنية حوالين الانترنت، من الحاجات البسيطة زي مشاهدة الأفلام على نتفليكس أو غيرها أو التواصل على السوشيال ميديا، لحد الحاجات الأكبر زي التعليم عن بعد والشغل من البيت. لما الانترنت يتقطع ناس كتير هتحس بالعزلة، لأن السوشيال ميديا هتختفي ومش هيكون في وسيلة سريعة للتواصل. مش بس كده، كمان الخدمات زي أوبر وكريم والتطبيقات البنكية حتى الجي بي اس هيقف. متخيل بقى ازاي حياتك اليومية هتبقى معطلة تماما؟ حاليا التكنولوجيا والاتصالات جزء لا يتجزأ من حياتنا. لو الإنترنت اتقطع مفيش تواصل مباشر بين الدول. وسائل الإعلام هتقف، مفيش أخبار، مفيش رسائل واتساب ولا إيميلات. كمان حاجات زي الكاميرات الأمنية اللي شغالة بالإنترنت أو البيوت الذكية اللي معتمدة عليه، كل ده هيقف. الخدمات الحيوية زي الكهرباء والمية والصرف الصحي بتعتمد على الإنترنت في إدارتها وتشغيلها. يعني لو الإنترنت اختفى فجأة الخدمات دي ممكن تتأثر، وممكن نشوف فوضى في بعض الدول اللي مش متجهزة للتعامل مع الأزمة دي. الأمن الداخلي زي البوليس والخدمات الحكومية اللي معتمدة على الإنترنت في التواصل مع الناس وفي متابعة الأحداث هيبقى عندهم مشكلة كبيرة جدا. مع الوقت الناس ممكن تلاقي بدايل، زي الرجوع للتواصل عن طريق التليفونات الأرضية أو حتى الكتابة على الورق، لكن الحلول دي مش هتكون بنفس الكفاءة. والاقتصاد هيعاني بشدة في الفترة دي، وده ممكن يخلينا نرجع نفكر في التكنولوجيا اللي كنا بنعتبرها بديهية. باختصار، لو الإنترنت اتقطع عن العالم كله حياتنا هتتغير تماما، مش بس في الترفيه أو التواصل، لكن في كل حاجة حوالينا. الاقتصاد، التكنولوجيا، الحياة اليومية، كل حاجة هتتأثر بشكل كبير جدا. وده بيفكرنا قد ايه احنا بقى اعتمادنا على الإنترنت، وإننا محتاجين نكون مستعدين لأي احتمال في المستقبل. تفتكر ممكن نتأقلم مع الحياة من غير إنترنت؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، سلام.